انا داخل انا جاي خويا ترى خونا جاي لك الله عليكم لاباس عليك شحال لاباس هيئة المحامين بطنجة فليتفضل مشكور. إذا فهي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أول أيام الثلاث التي سيقطعه هذا المؤتمر من خلال 3 أيام كاملة من عمل واشتغال التوصيات. كان اليوم الجلسة الافتتاحية كما تتبعتم التي كانت بحضور مسؤولين الحكوميين وكذلك السيد رئيس المنتدب والسيد رئيس النيابة العامة بعد يوم واحد من تنصيبه، وهو اعتزاز واعتداد أيضا بمهنة المحاماة بمن حضرها من داخل المغرب ومن خارجه، من داخل المغرب والتمثيليات على المستوى الدولي من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للمحامون، اتحاد المحامون العرب، وكذلك نقباء الهيئات الممارسين والنقباء السابقين ورؤساء الجمعية السابقين وأعضاء المجالس الذي حجوا بكثرة هذه المرة لطنجة لاعتبارات شتى ولاعتبارات يعني تتعلق بجاذبية مدينة طنجة وجاذبية هيئة المحامين بطنجة. وأكيد أنكم قد تتبعتم من خلال المئوية هيئات التي نظمناها بهيئة المحامين بطنجة، وذلك الحضور المثير والجميل أيضا لكل النقباء وكل الشركاء في منظومة العدالة. 6 لجان كما قلت ستكون من خلال اشتغالها اليوم الثاني. اليوم الثالث سيكون للجلسة الختامية وتجميع التوصيات، لكن ننتظر الشيء الكثير ما سيرشح عن هذه التوصيات ومن عمل اللجان كذلك ولجان والأوراش والمحامون. كما رأيتم أزيد من 1300 محامي مؤتمر بالإضافة إلى الضيوف والمشاركين وكذلك المدعوين وكذلك المتعاطفين أيضا، حضور السادة الممثلين الأحزاب السياسية من كتاب عامين ورؤساء الأحزاب وكذلك الرسميين والمنتخبين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى أهمية هذا القطاع وهذه المهنة في المجتمع وقيامها بالأدوار المنوطة لها من خلال القانون وكذلك من خلال رسالة المحاماة. حضرنا لهذه الجلسة الافتتاحية بدعوة كريمة من الهيئة ديال المحامون بالمغرب بالنظر لعدة أمور. أولا، هذا الجسم ديال المحاماة في المغرب كان ولا زال ويجب أن يظل دائما واحد الصرح من أجل الدفاع عن الحقوق، من أجل السماح للمواطنات والمواطنين للولوج للعدالة، ومن أجل تحقيق واحد النظام ديال العدالة وحكمة، يعني عدالة محاكمة عادلة. في هذا الإطار بلادنا كتعرف واحد التغيير ديال القوانين كثيرة، ولاحظنا بأنه في الآونة الأخيرة هذا الجسم المشاركة ديالو كانت فعالة، سواء في النقاش الدائر حول المسطرة المدنية وضرورة تعزيز الدور ديال المحامي لأنه كان مستهدفا، ولا اليوم في النقاش ديال المشروع ديال القانون ديال المسطرة الجنائية واللي فيه واحد العدد ديال المواد التي تتطلب المراجعة الصارمة، لأنه العالم يتغير بالفعل، ولكن من الأسس المؤسسة لعالم الغد الذي ننشدوه والحفاظ على الحرية. اليوم بعض المواد مادة 3 مادة 7 تقيد العمل ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني باش تنتصب كطرف مدني ولا باش تندد بالفساد ولا باش تدافع. هذا المشروع اللي هو بين ايدينا واللي اليوم هو يناقش، واللي بالمناسبه استدعينا في البرلمان الهيئه يعني ديال المحامون، كان الراي ديالهم بحال الراي ديال اغلب يعني البرلمانيات والبرلمانيين اللي هما منتمين للمعارضه، واللي كيقولوا بانه مجال ديال الحريه يجب ان نفتحه واستنسمحوا كما جاء في الدستور. كل جهه شافت شي حاجه اللي هي ماشي مزيانه او كاين اختلال او فساد خصها تبلغ، بل بالعكس القانون يعاقب على عدم التبليغ. فاذا بنا امام واحد المشروع اللي هو
يود التراجع على هذه المكتسبات. ولهذا أنا تنظن بأنه اليوم التعاون ما بين المؤسسة التشريعية وما بين الهيئة ديال المحامون كل الجمعية ديالهم وغيرها كيمكن يكون إيجابي جدا في الرقي بالتشريع في بلادنا بالاتجاه ديال تأسيس دورة الحق والقانون والتقوية ديال المواطنة، وأنه المغربي والمغربية يكونوا مطمئنين على نظام العدالة ديالهم. هادشي كله في أفق نوصلوا لواحد القضاء اللي يكون مستقل ونزيه واللي غادي يسمح لنا كاملين نكونوا متساوون أمام القانون ونحلموا بتحقيق المحاكمة العادلة. فأنا كنتمنى النجاح لهذا المؤتمر ديال يعني المحامون بطنجة بهذه القاعة الجميلة، وكنتمنى لكم كصحفيات وصحفيين النجاح وتبقوا دائما تنوروا الرأي العام.